السلام عليكم. السلام عليكم. انا عايزه بس اوصل كلمتين كده. عايزين نستخدم السوشيال ميديا صح. السوشيال ميديا نوصلها، نستخدمها في اننا نوصل المعلومات بسرعه كده وكلنا نعرف الاخبار حلوه وحشه بقى. فعشان كده عايزه اقول كلمتين كأم. يا جماعه احنا مش المفروض نخاف على البنات بس، المفروض نخاف على الصبيان. والدليل على كده المصيبه اللي حصلت في شارع الحبيبي في شبرا الخيمه. المصيبه دي احمد احمد ده شاب عنده 15 سنة. المنطقة كلها بتشهد بأدبه وأخلاقه واحترامه وكلهم بيحبوه. احمد ده اتعرف على واحد على الكافيه او القهوة زي ما بتتسمى بقى ايا كانت. قاعدين مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض. الواحد ده راسم عليه من شهرين فاتوا. طبعا بحسن نية احمد ان هو ده صاحبه بعده بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، وخد يا احمد هات لنا ناكل، خد يا احمد هات لنا نشرب، ويحاسب على المشاريب، ويرغوا مع بعض ومش عارف ايه ويديله 50 جنيه دي عادية. المهم ايه، احمد ده يوم 15/4 اختفى. بيدوروا عليه مش عارفين هو راح فين. طبعا سألوا اصحابه، في واحد منهم قال لهم ده كان ماشي مع طارق ده الشاب اللي انا لسه قايله لكم ان هو بيرسم عليه ومقرب له كده ايه وضارب معاه صحوبيه من غير اي حاجه كده. المهم بيدوروا عليه مش لاقيينه. بمتابعه الكاميرات بتاعه المنطقه، والموضوع ده ممتاز جدا حكايه الكاميرات دي، ويا ريت تزيد. يا ريت كل اللي عنده امكانيه يعلق كاميرا قدام باب بيته ولا قدام بلكونته ولا كده، يا ريت. كلها بتبقى مصلحه، ما كانتش ليك بتبقى لغيرك. المهم بمراجعة الكاميرات دي لقوا أحمد ده ماشي مع طارق ده الشاب اللي هو كان متعرف عليه زي ما قلنا. قعدوا يدوروا عليه مش عارفين. سألوا لغاية ما وصلوا لعنوان طارق ده واخد شقة من شهرين بس، من الوقت اللي هو بدأ يرسم فيه ويقرب من أحمد فيه. قعدوا يدوروا عليه مش لاقيينه. طلعوا الشقة فشموا ريحة كريهة، بيفتحوا لقوا أعوذ بالله كده شنطة فيها أحشاء بني آدم. دخلوا أوضة النوم لقوا أحمد نايم على السرير متشفي، بمعنى كلمة متشفي، متاخد كل أعضائه متاخدة. يعني هم مش عارفه انا اقول ايه ولا اقول لكم ايه. يا جماعه احنا مش ضروري، مش المشكله نخاف على البنات وبس، قربوا حتى من ولادكم الصبيان. يا ابني قول لي انت بتكلم مين، بتصاحب مين، رايح مع مين، فين، ورايح معاه بيته ليه. برضو احمد كده غلط، ويعني كده احنا نحسبه من الشهداء بقى، لان هو ما عملش اي حاجه وحشه غير انه واثق في بني ادم ما ينفعش الثقه فيه. ما ينفعش الثقة فيه. احنا كده طالبين ان القصاص ويحقق احمد ودوت يبقى عبرة للناس، يبقى عبرة كل الناس كده. ده مش عيب انه يتشنق في ميدان عام، مش عيب طالما ان الحكاية مش جايبة ان ده يعرف وده يعرف، لا احنا عايزينه يتشنق في ميدان عام. ومش عيب انك تربي ابنك على الادب والاخلاق، بس تفهمه دايما ان يخاف من عدوه مرة ويبقى حريص من حبيبه 100 مرة. الصديق هو البني ادم الوحيد اللي انت بتمشي معاه وانت مغمض، ثقتك فيه هي اللي بتعمل كده. فما بالك تكون واثق في واحد اهل الثقة ولا واحد عديم الثقة، زي حسبي الله ونعم الوكيل فيه دوت. يا ريت يا جماعة ننبه على اولادنا شوية وننبه عليهم بالحاجات دي. انا مستنيه ارائكم وتردوا عليا في الموضوع دوت. وبعد اذنكم كده نتجاوب مع بعض في الايه، نشترك في الصفحه عشان نعرف نتكلم مع بعض. سلام عليكم.